الأعمار، علما أن هذه الحجج لا أساس لها من الصحة. إنها حكومات خلونا نخدموا. في الوقت اللي تزادت في المازوت، زادوا 2 دراهم في المازوت، قالوا ما غتنعكس على القدرة الشرائية ديال المواطن العادي، علما أنها انعكست بواحد الطريقة خطيرة ومباشرة على القدرة الشرائية ديال المواطن. راه ما يمكنش تزيد 2 دراهم في المازوت وما تزيدش في الحليب وما تزيدش في السكر وما تزيدش في الزيت. علاش؟ لانه غير بالنسبه مثلا للعرايش ولا طنجه ولا تطوان، باش ممكن نجيبوا السوق نعمروه بلاصه عمار بالمواد الغذائيه وبالخضر الى غير ذلك، راه كتجي ترونسبور ما كتجيش على رجلها، وبالتالي مول الكاميون غيزيد والخطار غيزيد والمنتج غيزيد. هذه السياسه الان اللي متبعه كيحاولوا يحلوا المشاكل اللي خلقوها لنا، كيحاولوا يحلوا هذه المشاكل هذه اللي غرقوا فيها المغرب، كيحلوا عن طريق الموظف، عن طريق الطبقه العامله، عن طريق العملاء، عن طريق عفوا العمال البسطاء. علاش؟ لانه هما اللي في يدهم، هما اللي قادرين يخرجوا منهم الضريبه. اما اذا بغاو يحلوا المشاكل الماليه ديال المغرب ما بيدهم، عندهم حل، بل هناك مجموعه الحلول. يمشيوا العالم يديروا الضريبه على الثروات، يديروا الضريبه على الناس اللي عندها الملايير مقدسه في المغرب وملايير قد هربت برا، ويحلوا بها المشاكل. عندنا الحكومه في الكومه، عندنا الحكومه في الكومه، عندنا الحكومه في الكومه، عندنا الحكومه في الكومه، عندنا الحكومه محكومه، عندنا الحكومه محكومه، عندنا الحكومه محكومه، عندنا الحكومه محكومه. ورئيسها راجل صالح، ورئيسها راجل صالح، ورئيسها راجل صالح، وادعى معانا في التراويح، ودعي معانا في التراويح، وادعى معانا في التراويح، ودعي معانا في التراويح. يا ربي يخدموا الولاد، يا ربي يخدموا الاولاد، ويا ربي تنور البلاد، ويا ربي يحمي الواد، يبانوا كاع التماسيح، تبقى بلا ملامح، تبقى بلا ملامح، وطز عليك الحكومة، طز عليك الحكومة، وطز عليك الحكومة، وطز عليك الحكومة. هذه المرة الكذبة كبيرة، كذبة كبيرة، هذه المرة الكذبة كبيرة، هذه المرة كذبة كبيرة. العفاريت خلات الزيت، عفاريت خلع الزيت.